السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحلقة ديال اليوم غادي نشوفوا كيفاش نصايبوا هاد الرسومات بهذا الشكل الكبير بدون مطبعة، فقط بالفوتوكوبي وبواحد الحيلة عن طريق الواتساب. هذا الفضاء أنا زينته للمؤسسة اللي كنشتغل بها، اللي هي مؤسسة إديسون وورلد سكول مدينة الدار البيضاء. زينا هذا الفضاء بمناسبة أنه كان عندنا لقاء تربوي مع آباء ديال تلاميذ التعليم الأولي. كذلك غادي نشوفوا في هذه الحلقة واجهات ديال دوسي وبعض نماذج من الدبلومات إلا بغيتوا تاخذوا منها فكرة. للإشارة فقط، فالقناة ماشي مخصصة للديكور، وإنما تعنى بالتعليم الخصوصي والوثائق الخاصة به وأي حاجة عندها علاقة بالتعليم الخصوصي. إذا كنتي أول مرة كتشوف القناة وتبخلش علينا بأبوني، خلي لي لايك للحلقة وتعليق بذكر الله. نشوفكم بعد الانترو. كما كتشوفوا معايا انا اختاريت له التام ديال ميني ماوس، هو اللي زينا به الفضاء الداخلي للمؤسسه. فهنايا هاد التقنيه هذه ماشي بالمطبعه وما كتكلفش بزاف، يعني فقط 2 دراهم لكل ورقه، فكتقام اقل من المطبعه بزاف. كما كتشوفوا معايا انا هنايا مقطعاها، ولكن راني ما مقطعها لا بابليكاسيون ولا حتى شي حاجه. يعني الناس اللي ما كتفهمش في التطبيقات المعقده هذه فقط حيله كنديرها انا شخصيا بالواتساب للناس اللي ما يعرفوش يخدموا بليزابليكاسيون اللي تيكونوا تيقطعوا الرسومات بهذا الشكل. اجيو معايا نشوفوا كيفاش غادي نديروها بالتليفون. غادي ناخذوا التطبيق ديال الواتساب، غادي ندخلوا لاي محادثه عندنا ولا المحادثه ديال مثلا المكتبه ولا السيبر اللي كنتعاملوا معاهم. غادي ناخذوا صوره من غالغي، صوره وغادي نديروا ليها بحال هكا غوكادري، وغادي نجيو غادي ناخذوا لهاد الشاشه كامله، غادي ناخذوا ليها سكرين. حاولوا هاد السكرين هو اللي غادي نخدموا به، فغادي نحيدوا داك السكرين وغنديروا تيرميني، وغادي نرجعوا المحادثه. انا غنديروا تيرميني، غادي نخرجوا من المحادثه كامله. كما كتشوفوا معايا انا درت ابوندون، خرجت من المحادثه. غادي نرجع وغادي ناخذ هذيك الصوره اللي انا درت ليها سكرين، ماشي ديك الاولى اللي ما فيهاش سكرين فاتخ طوطه. غادي ناخذوا هذه اللي سكرينيناها بهذيك غوكادري. غنجيو لهاد القلم الصغير قبل ما نصيفطوها، وغادي هي غتكون عندنا بحال هكذا يعني مقسمه. غادي نعاودو نديرو هذيك غوكادري، وغادي نبداو كناخذوا فقط جزء بجزء. يعني دابا بديت كتوضح لكم الفكره. غادي ناخذوا غير هذاك الجزء الاول، لان هذا الرسم قطعوا لنا الواتساب على 9 ديال الاجزاء، فاحنا غادي نبداو غاديين واحد بالواحد بالترتيب، وهادو هما اللي كيخرجوا اكات. انا عطيتكم هنا مثال بهاد البنيته، ولكن انا هاد الطريقه خدمتها على الميني ماوس وعلى اي حاجه تنحط لكم في القناه. والناس اللي متبعين معايا من قبل راه كانوا شفنا خدمنا هذه في رمضان، خدمناها بشخصيه فنانيس. فهنا بعد ما صيفط البنت مثلا هذيك الجزء، غادي نرجع لنفس الصوره اللي فيها غوكادغي، وغادي نعاود ندير غوكادغي. انا راه غلطت هنايا، غادي نعاود نديرو غوكادغي، وغادي ناخذوا دابا الجزء الثاني. في القبيله خدينا الجزء الاول، دابا غادي ناخذوا الجزء الثاني، وغادي نبقاو غاديين بهذه الطريقه حتى كنكملوا 9 ديال الاجزاء. انا هنايا كندير هذه الطريقه بحال هكذا، وكنصيفط لواحد الصديقه ديالي عندها مكتبه هي اللي كتخرجهم لي هذوك الاجزاء، كتخرجهم اكات اون كولور وعلى حسب اللي بغيتو، واش كولور ولا برو انوار. هنا ملي خديت الجزء الثاني غنعاود ندير له اونفويي. كما كتشوفوا معايا هنا ها هو الجزء الاول، ها هو الجزء الثاني، وغادي نبقى غادا حتى كنكمل الاجزاء ب9. هنا كما كتشوفوا معايا لي ميني ماوس ها هما كيفاش كنت مصيفطاهم ليها باش يخرجوا اكات. هادو خرجناهم غير في الايكول. نتوما شوفوا لا المكتبه ولا السيفر غيخرجهم لكم اون كولور، ولكن حرصوا على انهم يكونوا اكات ويكونوا كما قسمتوهم. ما يحاولش مثلا ديك اللي غادي يخرجهم لكم يزومي عليهم، لان الا زوم عليهم فغادي يعني غادي يخرج على لي ديمونسيون اللي قطعينا الواتساب، وغيولي عندكم ديكالاج.
فتبعوا نفس المراحل والنصائح اللي عطيتكم. هنا كما كتشوفوا ها هي خرجات الورقه اون كوبي بالكولور. هنا هما عندنا دوك 9 ديال الاجزاء بحال اللي قطعنا قبيله. فهنا شنو غادي ندير؟ انا فقط قطعتهم، خديت سكوتش ديال اونبالاج ولقيت هذوك الاجزاء مع بعضياتهم ولصقتهم. نتوما لكم الاختيار، اما ديروا سكوتش اونبالاج، اما ديروا ورقه بيضه كبيره وبداو كتلصقوا دوك الاجزاء غير باللصاق ديال ستيك. وبغيتو ديروا سكوتش، انا درت سكوتش يعني كان عندي الوقت قليل، فالسكوتش جاتني اسرع. غير هو السكوتش ردوا معاه البال. الناس اللي ما موالفينش يخدموا بهذه التقنيه ما تحطوها، تعرفوا يديكم فين تحطوها، لان هذه ورقه ولا سقط عليها السكوتش فصعيب باش نحيدوها منها، فغادي نقطعوا كل شيء. هنا هادو هما النتائج النهائيه. هنا راه كنت كنخدم انا في لاكلاس واحد الساعه خاويه عندي مع تلامدي. نجينا لواحد المرحله ديال لاديزيف. هذا هو هذاك لاديزيف يعني ديال بحال الغلاف داك اللي كيغلفوا به التلامذ المقررات حاليا. حنا هنا عندنا الرولو كامل، فغادي نبداو نجيبوا دوك الرسومات اللي صيبنا، هذوك نيت اللي لصقت انا بالسكوتش، وغادي نبداو نحطوهم على لاديزيف. غنديروه ليهم من الوجه ومن القفا. علاش هاد المرحله؟ غير باش كنحافظوا على هاد الرسومات من التقطاع، حيت هما غير ورقه يعني معرضين ان اي واحد غيقيسهم غيتقطعوا، فهذه كتصححهم شويه وكنحافظوا عليهم. بالنسبه للخدمه ديال لاديزيف حطوا غير بشويه، حاولوا تخرجوا ليهم الهواء، يعني خدموا بحال الشكل ديال الخدمه ديال بابي بان. ملي تحطوها بقاو غادي من التحت للفوق باش كتخرجوا الهواء. الا ما خرجوش الهواء غيجيكم داكشي ما هوش. هنايا كتشوفوا الشكل النهائي ديال جميع هذوك لي ميني ماوس اللي اختاريت. فانا حاولت نلعب على الاشكال على الالوان، لان هذا فضاء ديال المؤسسه، ومن طون هو فضاء ديال الروض. في كما كتشوفوا معايا خديت الغوز، الاحمر، الصفر، الزرق، الفيولي. حاولت ناخذ اشكال اللي زوينه، وصدقوني دار واحد الانرجي بوزيتيف زوينه بزاف. احنا عندنا المؤسسه تبارك الله يعني الساحه كبيره، فهادو زادوها واحد الرونق وزادوها واحد الجماليه. هنا كما كتشوفوا راه حنا هنا هادو كاملين درنا لهم لاديزيف، راه ماشي ورقه هذيك، راه فيها داك لاديزيف. كتشوفوا انه صحح الورقه وعطاها واحد لابغيونس، فهاكا كتبقى معنا يعني مده طويله. وهادو هما الاشكال كاملين اللي اختاريت. الا بغيتوهم راني غادي نخليهم لكم اكيد في الصفحه ديالي على الفيسبوك، غنخليهم لكم مقطعين، يعني اللي عرف يقطع راه يقطع، ولا ما عرفتوش انا غنخليهم لكم كالعاده. اي ديكور كنصايبو راه كنخلي لكم الوراق في الصفحه ديالي على الفيسبوك اللي هي التعليم الخصوصي مع هدى فاخر. هنا ها هما لصقتهم. عندنا بودرات في المؤسسه الوسط، فها هما لصقناهم. بالنسبه للساق هنا استعملنا سكوتش دوبل فاس. الا بغيتو تستعملوا البيستولي، غير هو البيستولي راه كيحيد الصباغه، يعني فاش كنجيو نحيدوا مثلا الرسم فكنوليو مخسرين الصباغه. هذه سكوتش دوبل فاس الا ما بغيناها كنمسحوها غير بالماء وكتحيد. راها كتباع في المكتبه وكتباع حتى عند الدروغري. قولوا له غير سكوتش دوبل فاس، هذيك اللي كيحيد ديرها بحال البونجا هي، حيت كاين جوج ديال الانواع، كاينه وحده رقيقه ترانسبارون، وكاينه وحده غليظه بيضاء. هذيك البيضاء هي اللي تاخذوا. كما كتشوفوا معايا هنا كاع البودرات وهذاك الهول ديال المدرسه لصقنا فيه هذوك الرسومات. هنا جات مرحله التزيين. اختارينا نديرو بالونات نفاخات وغيرلون دو نويل. فزينا هذوك لي سياج ديال واحد البالكون عندنا في المؤسسه. كان عمل ديال الفريق وبقينا في المؤسسه كلشي خدام، كل كيدير واحد لاطاش في واحد الجو زوين. هادو لي دوسي ديال الاستاذات داروا هنا على حسب التيم. فاللي مازال جديد في الماتيرنيل الا بغيتو ننزل لكم حلقه على التعريف ديال الدوسي وكيفاش كيتخدم خليوها ليا في التعاليق. هادو دي ديبلوم صايبوهم الاستاذات على ود الوليدات، كل واحد بالاسم ديالو وتابع لو تيم ديال الدوسي. فهنا راه كاين الماتيرنيل كامل، يعني لا بتيت لا مويان ولا غراند. هذه يعني مرحله التحضيرات الاوليه. هنا راه حنا في الليل في العشيه، في الليل يعني هنا شي 7 ديال العشيه حنا في المؤسسه كنقادو هاد الشيء.
صدقوني كان داكشي يعني جو زوين بزاف. هنا درنا هاد لي طابل ودرنا كل طابل بكولور ديفيرونت. هنا غطيناهم بالبابي كريبون، زدنا وانين لعبنا بزاف على الالوان، لان دائما الالوان كتدخل البهجه. معروف ان الالوان كتدخل البهجه، كدير واحد الانرجي بوزيتيف بزاف. بالنسبه هنا للحطه ديال الكتوبه اختاريت انني نحطهم بواحد الشكل جمالي. فاش تبغيو تحطوا دائما مثلا بحال هكا لي دوسي، ما تجيوش غير تعرموا داكشي وتحطوا، فحاولوا تحطوا حتى الحطه تكون بواحد الطريقه فنيه، لان التعليم كامل سواء ابتدائي ولا اعدادي ولا اي مستوى، كما كتقول لي المديره ديالنا الله يخليها لينا، سي ان ناخ ديتر اونسينيون، خاصك تكون بعدا انت ارتيست. هنايا داروا هنايا بحال دي كادو، داروا هاد السينتا. وهنايا انا كنزومي لكم على الدوسي باش تاخذوا مثلا فكره اللي كنتو بغيتو تخدموا بحال هاد الفكره هادي. هذا التيم، وهذا عاوتاني واحد تيم اخر ديال الحواس الخمسه، وهذاك تيم ديال لي غوبا ايكليبري ولا سونتي. تيم الاخر كان على ليكول. انا غادي نوريكم هنايا واحد النموذج صيباتو واحد الاستاذه معنا، يعني دارت فيه مدرسه صغيره. هنا راه زدنا هادوك، بغيت نوريكم هنا راه زدنا هادوك لي غيدو ديال لانيفرسير، وهادوك لي غيرلون دو نويل لويناهم على دوك الحديدات. هنايا حطينا لي ديبلوم وهاد لي دوسي. هاد الدوسي هنا هو اللي بغيت نوريكم، يعني كان زوين وكلهم زوينين الصراحه. هنا استاذه صايبات هاد ايكول صغيره، عجبتني بزاف انا هاد الايكول وعجبتني الفكره وحطاتها، يعني كل ايكول لصقاتها فوق الدوسي ديال التلميذ، والواجهه كانت عباره على ايكول وكاملين بهم، يعني مشاو في هاد الفكره ديال هذيك السينتا بحال كادو. هنا شوفوا يعني الحطه اللي حطيت انا الكتوبه. يعني دائما حرصوا دائما على اي حاجه غديروها، سواء غادي تقدم للاباء، سواء عندك في لاكلاس، دائما حرص على الجماليه وحرص على النظام، والنظام اساس الحياه كما كنقول ديما. ودائما الحاجه اللي كتكون متوله والحاجه اللي كتكون بيان في وزوينه كتعطيك انت بعدا كاستاذ طاقه ايجابيه للخدمه. ففين ما كتكون الروينه فمستحيل تكون الخدمه، سيرتو في لي كلاس. فانت استاذ يعني مرايه ديال قسمك، وانت قدوه ديال التلاميذ ديالك. هنايا الاستاذه كتلصقها على الحيط، فدارت سكوتش دوبل فاس. هذه يعني النتيجه ما قبل النهائيه، لاننا زدنا لي بالون في الحيوط، زدنا لي بالون في البيبان ديال الاقسام. انا غادي نوريكم دابا لا فيديو التالي، يعني كيفاش جات الريزلطه فينال. وها هي النتيجه النهائيه. درنا هاد لي غيدو ديال لانيفرسير، هادو كيتباعوا كيكونوا عند العطار اللي كيبيع ديال عيد الميلاد، وكيكونوا عند المحلات اللي مختصه في اعياد الميلاد. الثمن ديالهم 20 درهم، كاينين في الوان مختلفه. هنا ها هو الغيرلون دو نويل، لويناه على السياج. فهنا ما شاء الله تبارك الله الساحه ديال المدرسه كبيره بزاف والسقف عالي. فهاد الالوان وهاد الرسومات اللي درنا عطات واحد الحياه جديده، يعني ما بقاش الحيط غير بيض. كتشوفوا معايا صورت لكم، يعني ما شاء الله تبارك الله كاينه مساحه كبيره. هنا البانو ديال الخريف راه كنت غنزل لكم حلقه ديالو، ولكني راني كنت صابت بواحد الوعكه صحيه وما بقيتش نزلت لكم ديكور الخريف. العام الجاي ان شاء الله راه بقينا في الحياه. كما كتشوفوا معايا هنا زدنا هاد لي بالون، مشينا في الوان كالم زوينه، الالوان يعني اللي كتعطي واحد الانرجي بوزيتيف. كما كتشوفوا معايا هنا ما كامل هذاك السياج كامل مشينا معاه. كاينه واحد الحديده غليظه فهي مشينا معاها لوينا عليها الغيرلون دو نويل وبالعبار. يعني دائما باش تبغيو تلصقوا شي حاجه ديما عبروا بسنتيم، ما يجيش داكشي ماشي هو هذاك ولا حاجه بعيده على الاخرى. فداكشي ضروري ما يكون بالقياس بالعبار. هنايا راه هنا مازال في الليل، دابا اجي نوريكم المؤسسه مني جينا في الصباح. وهنا كان الصباح ديال نهار السبت، جينا المؤسسه باش كان عندنا واحد الكونكونطر مع لي بارون. خداو لي دوسي ديال وليداتهم وهضروا مع الاساتذه على المشاكل على اللي عند وليداتهم، لي بوين فيبل بوين فور ديال وليداتهم. يعني شوفوا المنظر كيفاش ما شاء الله تبارك الرحمن
بالنهار كيفاش تيبان. نتمنى تكون عجباتكم الحلقه، خليو لي ارائكم في التعاليق، ما تنساونيش من لايك، ولا كنتي اول مره كتشوف القناه ما تبخلش علينا بابوني. وكما قلت لكم القناه هي مخصصه للتعليم الخصوصي بالنسبه للتعليم الاولي والتعليم الابتدائي، وان شاء الله غادي يكون حتى الاعدادي والثانوي. نشرح لكم ان شاء الله الوثائق واي حاجه بغيتوها واي حاجه احتاجتوها خليوها لي في التعليق، ولا تواصلوا معايا في الصفحه ديالي على الفيسبوك اللي هي التعليم الخصوصي مع هدى فاخر، وراني مخليه لكم الروابط بجوج ويهم الفوق في المعلومات ديال القناه، سواء الفيسبوك الخاص بيا ولا الفيسبوك اولا صفحه القناه على الفيسبوك، وراني كنجاوب الجميع سواء في التعليقات ولا في الصفحه. ما عليكم الا تواصلوا معايا وتقولوا لي اننا حنا من المتتبعين ديال القناه. نتمنى ان هذه الحلقه تكون كانت مفيده لكم، انكم غادي ان شاء الله حتى نتوما الا بغيتو تصايبوا بحال هاد الرسومات بهذا الشكل الكبير بدون مطبعه وتبعوا غير التقنيه ديالي اللي وريتكم في الواتساب. خليتكم على خير ونشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله.